أكثر الناس الواحد كان بيتعامل معاهم صعبين الأطباء، لأنك أنت بتتكلم في مجال صعب يعني كان في مجال، وزي ما قلنا عن طريق بص على بطن القدم وأقدر أعرف إيه الأمراض الموجودة. الواحد بيدفع آلاف مكلفة في مستشفى محترم عشان يعرف بس هو عنده إيه. بعد كده رحلة علاج عجيبة وطويلة في الناحية الزمنية، وأحيانا لما تيجي تعمل التقارير الطبية دي وتروح للمستشفى الثانية وتعمل تحاليل ثانية تلاقي تقارير مختلفة، صح ولا لا؟ يقول لك أنا كان عندي إزاي؟ لا ما كانش إزاي بعد مشكلة كده، ده غير لما تخش يعمل عملية يطلع أي حاجة ثانية ناقصة، قصة ثانية خالص يعني. ومن هنا جت بدأت حكاية الصراع ما بين الشركات أو الأماكن بتاعت البرد، لا مش عارف إيه، ده أبسط إيه، وده الأحسن، ده الأفضل، ده الأوضع، مش بتاخدوا الكلام ده كتير جدا. وفي الآخر لما بتعمل تقارير ده مختلف. كنت شغال مع الدولة العربية، جامعة الدولة العربية، ده ماسك رئيس الإدارة الإدارية بتاع وهو أستاذ ما شاء الله كبير جدا، حد محترم جدا جدا، شاطر جدا جدا، بيعالج معظم رؤساء العالم بدكتور ممتاز الطب الطبيعي. فلما جيت وقعدنا نتكلم مع بعض الكلام ده كله، فقال لي انت دكتور انا عايز علاج، رغم ان الاكتشاف عندي لازم واسطه ولازم كذا، ومع العلاج ان هو كمان قاعد يحفظ لي كل معلومه. يعني برضه القدر دي 26 عقل على حاجه، ده 7,200 وضع يدخل كليات الأطفال العصرية. قال لي احنا نسمع على بطن الضغط كل ده كلام فاضي وكذا، كل كلمة أقولها لازم تطلعنا غلط. أنا قلت حاجة من الجديد، أنا غلط في الوقت معرفش، وأنا الأستاذ أقول حاجة بس أنا واثق من اللي أنا بقوله، واثق جدا من اللي أنا بقوله. في الآخر خالص لقيت بيقول للدكتور أنور فتحي هو بيقدم قناة الرحمة، عيادة الرحمة، قناة الرحمة مع الشيخ محمد عساري. فقلت له قول لي الشاب اللي عندك يا ريت تشتغل معانا. أنا سمعت إن واخد فرقة تكريم من وزير الصحة وشهادات من كندا وشهادات من أمريكا وفرقة، فبيقول لي تحب أطلع 70 درهم اللي عندك؟ تحب أجيب لك 1500 شهادة من اللي عندي؟ فأنا طبعا أصل بسبب علم النفس بتاع فلسفة علم الكلام بتاعنا، وأنا هاجي جنب حضرتك يا دكتور، ربنا يديك زي عمرك وشوف كم شهادات اللي عندك ولا الأدراع اللي عندي. الموضوع مش قصة شهادات ولا أدراع، في أطباء كتير جدا شهاداتهم مالية الدنيا، لكن أنا عرفت إيه الطبيب؟ أنا عندي مرض وأنت عليك ربنا يجعلك سبب اللي أنت عليه، ما عالجتنيش هعمل إيه بالشهادة؟ صح ولا لا؟ صح. أنا ما اتعالجتش يا فرحتي الأستاذ الدكتور فلان فلان مع احترامي للجميع. شهادتي هو شهادتي هي الحالة اللي تقول لي ربنا يبارك لك، أنا ضغط ما كنتش بنام منه لكن دلوقتي الحمد لله. شهادتي لما تسمع دعوة صادقة من حد مريض، صح ولا لا؟ هي دي بجد شهادة أي طبيب مهما حصل على درجات علمية، مهما حصل على شهادات مخفية، ومهما أنت شكرك وشهادتك هو الحالة اللي عندك. فمعلش يعني حاول أعرفكم شوية في السيرة بس. حسن مبارك لما كان تعبان وجاله مشكلة مش عارفين ايه هي، لما كان مسافر ألمانيا قبل الفترة دي نسيت تجاوب يقول له ايه؟ يا ريس في ولد عندي في النصر، انا احب اقول الكلام بالنصر يعني، ولد عندي ملوش حل. قال له ايه؟ قال له ولد ايه؟ بص على بطنه ايه؟ يقول انت عندك ايه؟ وكأنك بالظبط تطلب كل الاطباء في كل الاقسام. قال له ده مصر ولا؟ قال له مصر. قال له مصر؟ قال له انا ما سمعتش عنه. قال له والله انا لسه هو شغال عندي
الجامعه وزي الاول الجامعه اصلا في البحث العلمي سلم عليا وقرر مش انا الموضوع مش هيفتكر شكل خالص يعني. وعلى كل انا عامله زي اي حاجه اروح واشوف واقول كده فعلا رحت وبص على وضع القدم فاتوقع عند وضع القدم ان في مشكله في المراره مشكله في المراره انا قلت له خلاص المشكله اللي عندك هي في المراره فحضرتك تجيب حد متخصص في المراره يشوف ايه المشكله بالظبط مش هقول انا هعرف يعني. فبص لي كده قال لي ريبورت من 11 ريبورت تقديم من 11 تقديم يعني في كان 10 وانا اقطع 11 ده مسافه امامي وعمل فحوصات وعمل ولاده في سرطان على المرض وتم استئصاله فرجع قال لي ده لو فاكر الولد اللي انت جبته لي او ده الوحيد اللي صدق معايا بس ما طلعش ايه ما هو ده الواحد كويس ان هو ما عرفش يعمل ايه لانه كانوا هيجيبوا لي ساعه مصر بعدين بقى مشكله يعني انا فاكر عرفته فما جابش سيرتي قالوا عنه مشغول شويه المهم الدكتور نوال بشير لما قالت لا صعب جدا ان انت تعرف الموضوع من خلال رقم القلم قلت لها طب احنا فينا ايه نعم قالت نعم قلت لها ما اقصدش جد يعني ببص على الرقم ده تكليكي فقالت لا بلاش قلت لها طب ايه المشكله؟ قالت لا انا عندي حاجات كتير جدا برضه هدخلها وعندي الدكتور بتاع المتخرجين بتاعتهم هم عندهم الدكتور وانتوا مين؟ وكله بيسجل على الدكتور قلت لها ماشي دخلت في اول 40 حلقه قالت لي تعالى ثاني يوم 40 حلقه تعالى ثالث يوم 40 حلقه مكمله 120 صح بعد كده 40 حلقه 160 خلاص لا 160 اللي كان عندها يعني من حوالي 3 4 ايام فوصلت الى اول الدكتور قالت لي على فكره معروف ان الموضوع كويس نسبه النجاح 80% يعني انت اتعرفت على امراض موجوده في جسم الانسان 80% منها مولد طلع عارفه حضرتك لو انا جبت 80% هعمل ايه؟ قالت لي اخدت ايه؟ لا هعمل شغل زواج انا مش شباك ده قالت لي يعني ايه؟ زي تواصل من نفسك قوي قلت لها لا اسف انا واثق ان انا بقول لحضرتك واللي بيني وبين الحاله اللي انا كشفت عليها ايه؟ احيانا اشعه تعمل تحليل اشعه وشوف ان انا قلت صح ولا غلط. قالت لي طب يا دكتور انت جبت 120% قلت لا انت هتنقصي 20% او هتزود 20% هو ال 100% دي كتير لقيتها فعلا انت جبت حاجات مش موجوده تاني في التخرج بتاعتنا وطلبنا منهم يعملوا تحاليل واشعه وتم اكتشاف ده بالظبط. دي كانت من ضمن الحالات اللي شهدت دي طبعا اخذنا شهادات شغل وتطبيق في قسم المخ والاعصاب واديت محافظه لو قلنا انا رايح شهاده البلد يعني جامعه القاهره فكنت انا محاضر والدارس في نفس الوقت انا محاضر والدارس في نفس الوقت عشان يعني انا اديت المحاضره عشان في الاخر برافو عليك خدت شهاده مننا فاهمين؟ فالمهم اي حاجه واحد كان عايز حاجه بس يكون معاه شهاده من جامعه القاهره في قسم الاعصاب طبعا انا كده بس شهادات دي يعني اي حد يعمل شهادات مزوره بتاع ماليش فيه لكن احسن حاجه الشهاده تكون صوت وصوره فيديو طبعا صحيح انت هتصور حد يتكلم قدامك صوت وصوره فان شاء الله المره الجايه هنشوف هي كانت ايه والشهاده بتاعتها كانت عامله ازاي بس ده كان عامل كليه العلاج الطبيعي للمرضى وحاجات كتير قوي سياسيين فنانين ناس عرب وبعد كده الاجانب الحمد لله خلتهم يشهدوا للمصريين بأساطير الكلام الحمد لله اللغه الانجليزيه واللغه الالمانيه لكن احب اتكلم عن العلم بتاعنا ده بما انه هو فرعوني